ازاي تعمل فورمه صيف جامده الصيف اللي جاي؟ تعال اقول لك ملخص سنه كامله. اعرف ان فورمه الساحل بتتعمل في الشتاء مش في الصيف خالص. الناس اللي بتنزل الجيم قبل الصيف باسبوعين وفاكر ان هو هيعمل فورمه فده في البلح. عايزك تقسم السنه على مرحلتين، مرحله تضخيم ومرحله تنشيف. في التضخيم مطلوب منك انك تمشي على سعرات حراريه عاليه عن السعرات الثبات بتاعتك، وتدخل فيها دهون صحيه كتير ونشويات كتير، وطبعا مش هننسى بروتين. وبعد كده تخش على مرحله التنشيف اللي هي هتيجي بعد ما تكون عملت عضلات شكلها محترم. مرحله التضخيم في حاجه عايز افكرك بيها، لو انت مسلم فهيعدي عليك في النص شهر رمضان. شهر رمضان اغلب الناس يا اما بتزيد وزن يا اما بتخس خالص، فلازم تعمل حسابه كويس جدا وتبقى مظبط له من قبلها بشهر، سواء انت هتزيد او هتقل دهون علشان خاطر تحافظ على كتلتك العضليه، تحافظ على شكلك. وكده كده ما تقلقش، حتى لو الدنيا باظت خالص ممكن تجي لي ونظبط لك الدنيا ونلحق الخسائر، علشان انت مش هتعرف تظبطها لوحدك. وبفكرك ان الفورمه تعملها لنفسك انت. عارفك انا بتاع البنات، شد فورمه عشان انت راجل وعايز تحسن من شكل جسمك، مش عشان خاطر حد.